انت اكيد فكرت في يوم ليه في اكتر من فريم ورك للفرونت اند زي فيو، رياكت وانجلر وغيرهم. يعني مفيش فريم ورك واحده فيها كل حاجه، مع ان كلهم بيستخدموا نفس اللغه ونفس الادوات تقريبا، واحيانا نفس الاستراكشر. مش ده سبب كافي ان المفروض يبقى في حل واحد بس؟ ده غير ان المكتبات اللي بتشتغل مع فريم ورك غالبا بتشتغل مع التانيه، بالاضافه ان كل فريم ورك جديده بتظهر بتفتكر انها هتكون الافضل وتسحب السجاده من تحت اللي قبلها لفتره، لكن بعدها تبدأ الأمور تتوازن تاني. الناس بتدرك إن مفيش حاجة اسمها أفضل فريم ورك، لأن الاختيار الصح دايما بيعتمد على حاجات كتير. هنا بيجي السؤال المهم، ليه في كل التنوع ده في الفريم وركس؟ وإزاي تختار الفريم ورك الصح للمشروع اللي ناوي تشتغل عليه؟ وده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. دلوقتي قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نفهم مع بعض يعني إيه فريم ورك. الفريم ورك هي مجموعة أدوات جاهزة بتساعدك تبني مشروعك بدل ما تبدأ كل حاجة من الصفر. في مثال بسيط، لو انت بتبني بيت بدون الاعتماد على اي ادوات، ساعتها هتحتاج تصنع كل حاجه بنفسك، من الابره للصاروخ، حتى الشاكوش اللي ناوي تستخدمه، من الشبابيك للابواب، كل حاجه انت اللي بتعملها. لكن لو معاك الادوات موجوده وجاهزه وانت بس عليك تختار التصميم، اللون والترتيب، وده نفس اللي بتعمله الفريم ورك. بتسهل عليك الشغل جدا لانها بتوفر لك حاجات جاهزه. بمعنى لو انت شغال بتبني موقع، بتوفر لك ادوات علشان تجيب البيانات من السيرفر بسهوله، وحاجات تانية كتير شبه كده. وكمان بتضمن لك استراكشر قوي وثابت للمشروع عشان الشغل يفضل منظم وما يتلخبطش لما المشروع يكبر، وخصوصا لو شغال مع فريق كبير وما تلاقيش نفسك تايه ومش عارف مين بيودي على فين. دلوقتي خلونا نتكلم عن السبب ورا تنوع الفريم وركس، وليه الموضوع مش ابسط من كده. الاسباب كتير، واولهم هو تنوع الاحتياجات. لو انت مطور مواقع وبتشتغل على حاجه بسيطه زي مدونه او موقع تعريفي صغير، ساعتها مش هتحتاج حاجه معقده. في الحاله دي ممكن تستخدم فريم ورك خفيفه زي Vue.js او Alpine.js، لانهم سهل تتعلمهم وكمان هيدوك اداء عالي، وده بيساعد في تحسين ترتيب المواقع في محركات البحث. ولكن لو مشروعك اكبر شويه زي اي كوميرس، او بتبني سيستم لشركه زي المواقع اللي بتعتمد على لوحه تحكم او ادمن بانل، او اللي عاده بنسميها داشبورد، ساعتها مش مهم الترافيك او ترتيب الموقع في محركات البحث، لان هنا انت هتحتاج فريم ورك بتقدم استراكشر وهيكل قوي وواضح زي انجلر. ده بيساعدك انك تنظم شغلك، خصوصا لما المشروع يكبر، لان المشاريع الكبيره لو ما فيهاش هيكل واضح من الاول بتبقى بدايه انهيارها، لانك لما بتحتاج تعدل او تضيف اي حاجه فيها الموضوع بيبقى معقد وصعب جدا وبياخد وقت طويل. ولكن مش معنى كده اني بقول ان انجلر مش بتقدم اداء وسرعه، ولكنها مش افضل اختيار لو هتستخدم حاجه معقده معموله لبناء مواقع ضخمه، او مخصصه للفرق الكبيره او الفرق اللي هتكبر في المستقبل، لبناء حاجه بسيطه زي CV او موقع تعريفي لشركه مثلا. ده غير انك لو اول مره تستخدمها ولسه هتتعلمها، ساعتها هتحتاج وقت طويل، وده مش ضروري مع وجود بدائل اسهل زي رياكت او فيو. ابسط مثال ان الفريم وركس دي تقدر تستخدم فيها الجافا سكريبت، لكن انجلر انت محتاج تتعلم لغه تانية زي تايب سكريبت، رغم ان التايب سكريبت تعتبر مهمه جدا ومطلوبه، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. كمان كل مطور او مبرمج عنده حاجات بيحبها وفي حاجات تانية بتعكنن عليه شويه. يعني في ناس بتحب الاستراكشر الواضح والمترتب من الاول، وده اللي بتقدمه انجلر، وفي ناس تانية بتحب الحريه والمرونه من الاول، وهي اللي تبني الاستراكشر بتاعها. وهنا رياكت وفيو هما الاختيار الانسب. الموضوع كمان مرتبط بالابتكار والتطوير. لما رياكت قدمت فكره الفيرتشوال دوم، عملت طفره كبيره في السوق، لان ادائها كان منافس لكل الفريم وركس اللي كانت موجوده في السوق ساعتها، خصوصا انجلر في الفتره دي، وده خلق منافسه كبيره، وده في الاخر بيصب في مصلحتنا احنا كمبرمجين، لان المنافسه بتشجع الفريم وركس انها تقدم مميزات جديده وتحسن الاداء بشكل مستمر. الدعم كمان نقطه مهمه جدا. لو بتبني مشروع كبير غالبا هتروح لفريم ورك مدعومه من شركه كبيره زي رياكت واللي وراها فيسبوك، او انجلر اللي وراها جوجل. الدعم ده بيضمن ان لو واجهت مشكله هتلاقي مكتبات جاهزه تساعدك، او ناس عندهم خبره يقدروا يحلوا مشاكلك. اما Vue.js فرغم انها مش مدعومه من شركه ضخمه، لكنها معتمده على الكوميونتي المفتوح، وده نقطه قوتها اللي بتخليها تتطور بسرعه. واخيرا نوصل للسؤال المهم، هل ممكن نلاقي في يوم من الايام فريم ورك واحده فيها كل حاجه؟ بصراحه الموضوع صعب جدا. الشركات
كبيره زي جوجل وفيسبوك مش هتتخلى عن الفريم وركس بتاعتهم بسهوله، لان كل واحده منهم بتستخدم فريم ورك مخصوص علشان تبني بيه مشاريعهم الخاصه. مش معقول شركات ضخمه بالحجم ده هتعتمد على مكتبات مش موثوق في فعاليتها او استمراريه تطويرها. يعني مفيش ضمان ان الشخص اللي بيطورها مش هيوقف في يوم من الايام. وكمان التنوع هو اللي بيشجع الابتكار. لو كنا استخدمنا نفس الفريم ورك كانت الافكار الجديده هتقل والبرمجه كانت هتبقى ممله جدا. رياكت نفسها كانت مثال حي على الموضوع ده لما قدمت فكره الفيرتشوال دوم وغيرت السوق تماما. وابتدينا نشوف ان انجلر بدات تقدم اختيارات خلتها قريبه جدا من اسلوب فيو ورياكت بالنسبه للناس اللي مش بتحب التعقيد. ولو افترضنا اننا في يوم من الايام قدرنا نعمل فريم ورك واحده تجمع بين هيكل قوي وفي نفس الوقت تكون مرنه وسهله للناس اللي عايزه تشتغل بسرعه من غير ما تتعلم ديزاين باترنز وغيرها، بصراحه ما اعرفش ده هيحصل ازاي لانها حاجه غير عمليه. لكن في حاجه واحده متاكد منها، ان الفريم ورك دي هتكون ضخمه جدا وحجمها كبير وعمليات التطوير فيها هتبقى صعبه جدا. تخيل كل المطورين بيشتغلوا بنفس الطريقه وبنفس الاستراكشر في عمليه التطوير، ساعتها ايه لازمه التنوع في الديزاين باترنز واللي وصل عددهم ل 23 طريقه مختلفه؟ التنوع ده موجود علشان بيحل مشاكل متنوعه. فلو بنينا فريم ورك واحده تجمع كل حاجه كاننا بنقول ان مفيش غير حل واحد لاي مشكله في الدنيا، وده رغم انه ممكن لكنه غير عملي تماما وملوش هدف واضح غير انك بتستعبط ومش عايز تبذل مجهود عشان تتعلم حاجه جديده. في النهايه ده كان كلامنا النهارده عن الفريم وركس وعن التنوع الضروري واللي بيخلي كل مشروع ليه الحل المناسب. ولحد هنا خلصت حكايه النهارده، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.